وانا بزور دير بطمس حبيت ناخد بركة مع بعض. بركة القديس يوحنا الحبيب تكون معنا جميعا. هلو تعالوا ناخد بركة كنيسة ابو سفين من دير بطمس. يلا بينا. بصوا بقى، الكنيسة دي حكايتها حكاية. لو حد فيكم دخلها هيحس انه قريب من السما حتى لو دقيقة. شايفين جمال وبهاء المنظر ده؟ ولا الرسومات اللي موجودة في الكنيسة كلها، اللي بتبدأ من نقاط هامة في العهد القديم لحد ما هنشوف مع بعض ونوصل للعهد الجديد. وكمان المعجزة اللي حصلت مع رسام الكنيسة، اللي بعد ما خلص كل رسومات الكنيسة جه تاني يوم ولقى فيه إضافة للون الأحمر في الرسومات بتاعته، واستغرب جدا لأنه هو ما كانش معاه اللون ده أثناء الرسم. وقعد يسأل هو انتوا جبتم رسام تاني يعدل الرسومات اللي أنا رسمتها؟ ولكن في الحقيقة اللي عدل الرسومات دي هو أبو سفين بنفسه، هو اللي أضاف تعديل اللون الأحمر ده للصور. مكان فعلا جميل. ودلوقتي تعالوا ناخد بركة جزء من رفات القديس يوحنا الحبيب، اللي هو يوحنا بن زبدي، وبرضه بيطلق عليه يوحنا الرائي، صاحب الرؤية اللي هي آخر سفر في العهد الجديد. وفي كمان مجموعة من الأجساد بداية من ماري جرجس، وكمان معلمنا ماري مرقس، معلمنا قديس بولس الرسول وقديس بطرس الرسول، وكمان الشهيد استفانوس ويوحنا المعمدان. بركة وشفاعة القديسين دي تكون معانا ومعاكم جميعا، آمين.